لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفاة مارك جوستافاسون الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم بيناشو. توفي المخرج العالمي مارك جوستافاسون الذي شارك في إخراج فيلم فانيشو للمخرج جيرمو ديل تورو عن عمر 64 عاما، وفاز رسام الرسوم المتحركة بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن عمله في الفيلم عام 2023 إلى جانب ديل تورو والمنتجين جاري أوليجار وأليكس بوليكلي. تم نشر خبر وفاته بنوبة قلبية لأول مرة، ومن ثم أكد ديل تورو نفسه لاحقا خبر وفاته، حيث نشر ناعيا له على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب ديل تورو: لقد أعجبت بمارك جوستافاسون حتى قبل أن أقابله، أحد أعمدة الرسوم المتحركة، هو فنان حقيقي، رجل حساس وذكي للغاية، أسطورة وصديق ألهم وأعطى الأمل لكل من حوله، سأفتقده. وتابع ديل تورو: لقد ترك وراءه إرث تايتانيك من الرسوم المتحركة الذي يعود إلى أصول كاليموشن، والذي شكل الحياة المهنية والحرفية لعدد لا يحصى من رسام الرسوم المتحركة. الصلوات تذهب إلى زوجته الحبيبة جينيفر. بالإضافة إلى جائزة الأوسكار، حصل أيضا على جائزة جولدن جلوب. تدور أحداث القصة الكلاسيكية في إيطاليا التي تديرها الفاشية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث فقد جيبيتو ابنه وقام بنحت الصبي الفخري من شجرة زرعت بجوار قبره. وأنهى ديل تورو نعيه قائلا: أنا سعيد بلقاء مارك الإنسان كما تشرفت بلقاء الفنان. وكما قلت، لقد أعجبت به قبل أن أقابله، لقد أحببت أن أتاحت لي الفرصة شاركة الوقت والمساحة معه خلال الفترات المختلفة. عمل جوستافاسون أيضا كمخرج للرسوم المتحركة في فيلم فانتاستيك مستر فوكس للمخرج وايس أندرسون عام 2009 من بطولة جورج كالوني وميريل ستريب. بدأ مسيرته المهنية في الرسوم المتحركة وساهم في إحدى المسرحيات في أواخر التسعينيات، بالإضافة إلى الفيلم المقتبس عام 1985، بالإضافة إلى أحد الأفلام المقتبسة عام 1985. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.